فئة ال 4000 جنيه لحد 10000 جنيه أو 100 دولار لحد 200 دولار هي أكتر فئة بتجيلي عليها أسئلة منكم، والناس محتارة أشتري موبايل من سامسونج ولا أوبو ولا شاومي ولا يمكن موتوريلا أو انفينكس أو حتى اونر. حابب أقول لك ما تقلقش، في الفيديو ده هقول لك الخلاصة، جبت لك موبايل واتنين في كل فئة وكل موبايل فيهم بيقدم لك حاجة مميزة عن التاني. فلو بتدور على أفضل موبايل بسعر من 4000 جنيه لحد 10000 جنيه وعايز تعرف الأنسب ليك ركز معايا لآخر الفيديو، ووعد هتخرج وأنت عارف هتشتري إيه. بس قبل ما نبدأ ونخش في التفاصيل انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ثواني بسيطه بس اجرك كبير عند ربنا. مش هطول عليك اكتر من كده، قول طول ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طيب اول حاجه هتلاقيني مقسم لك الفيديو كده فئات على حسب السعر، يعني من 4000 جنيه لحد 10000 جنيه او 100 دولار لحد 200 دولار، وهقول لك الافضل من وجهه نظري في كل فئه. يعني اول حاجه فئه ال 4000 جنيه او 100 دولار، بصراحه مفيش في الفئه دي موبايل يستاهل انك تروح تحط فيه فلوس، الا لو هتجيب موبايل لحد بيستخدمه في انه يرد على المكالمات واستخدامه بسيط خالص اللي هو الاستخدام اليومي العادي. ويفضل كمان لو معاك 4000 جنيه انك تروح تجيب موبايل مستعمل، هيكون احسن من الجديد اللي بنفس السعر ده. المهم في فئه ال 4000 جنيه بتبدا التليفونات الاقتصاديه تظهر، والمفروض ان شاومي كانت مستحوذه على الفئه دي اللي هي من 4 ل 5000 جنيه، بس الاسعار اترفعت وبقت موبايلاتهم دلوقتي في حدود ال 6000 جنيه، وده سعر مش مناسب خالص مقارنه بمواصفات التليفونات اللي بيقدموها في الفئه دي. اللي جه بقى وخد الفئه دي هي انفينكس اللي هي من 4 ل 5000 جنيه. انفينكس دلوقتي موجوده بقوه في الفئه دي، والحلو ان انفينكس رجعت تاني تقدم موبايلات في الفئه السعريه دي تستاهل قيمتها. واول وافضل موبايل في فئه ال 4000 جنيه حاليا هو انفينكس سمارت 9. الموبايل ده بيجي بمعالج هيليو جي 81، وده معالج قريب جدا من اللي كانت بتقدمه شاومي في نفس الفئه السعريه، لكن الفرق هنا ان الاداء مستقر اكتر. كمان خد عندك شاشه بتردد 120 هرتز، وده مع التصميم الجديد للنوتش، فبالتالي الشاشه هتكون سريعه وسلسه جدا في التنقل بين التطبيقات. بس في المقابل سطوع الشاشه مش الاعلى، يعني تحت الشمس ممكن تحس انها مش واضحه قوي، بتوصل ل 500 نتس بس. بالنسبه للكاميرات فهتاخد منها صور مقبوله، والكاميرا السيلفي هنا بتخليك تطلع حلو غصب عنك. انفينكس عندهم حته كده في المعالجه بتزود الجمال شويه، حتى لو كنت عايز صوره طبيعيه هو كده كده المعالج هيعدل عليها عافيه. وطبعا فيها فلاش امامي وخلفي، نفس الحركات القديمه اللي كانت بتعملها انفينكس زمان. البطاريه هنا 5000 ملي امبير وده رقم ممتاز، لكن سرعه الشحن هي 10 واط وده يعتبر رقم مقبول في الفئه دي. من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها ان مستشعر التقارب هنا بيشتغل سوفت وير، فممكن تلاحظ تاخير احيانا لما تيجي تحط الموبايل على ودنك اثناء المكالمه علشان الشاشه تقفل، بس برضه ده مش عيب كبير في الفئه دي. لكن بقى المفاجاه الحقيقيه بالنسبه لي انك تبقى قاعد لحد دلوقتي من غير ما تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. هديك 3 ثواني تعمل لايك وتشترك، 1 2 3 كده تمام. نرجع بقى نكمل الفيديو واقول لكم المفاجأة الحقيقية اللي بجد، وهي ان الصوت هنا ستيريو، ودي نقطة نادرا جدا لما بتلاقيها في الموبايلات اللي بالسعر ده. يعني فعليا في تليفونات بضعف السعر ولسه صوتها مونو. وعلى فكرة علبة الموبايل فيها كل حاجة، الشاحن الجراب كل اللي هتحتاجه، يعني مش هتدفع اي حاجة زيادة فوق سعر الموبايل. الموبايل ده بيجي بنسختين، نسخة 3 جيجا رام و64 جيجا مساحة داخلية بسعر حوالي 4100 جنيه، ونسخة 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة، ودي اللي انصحك بيها لانك دلوقتي بقيت فعليا محتاج 6 جيجا رام على الاقل عشان تبقى مرتاح وانت بتستخدم التليفون. فالافضل انك تجيب نسخه ال 4 جيجا رام. سعر النسخه دي حاليا حوالي 4700 جنيه، وده سعر مناسب جدا مقابل الاداء اللي هتاخده. نزود 1000 جنيه بقى ونروح لفئه ال 5000 جنيه. هتلاقي هنا 3 تليفونات كويسين في الفئه دي. اولهم انفينكس هوت 50 اي، نسخه طبق الاصل من السمارت 9 بس بسرعه شحن اعلى 18 واط، فانت يا اما توفر وتجيب السمارت 9 يا اما تزود حاجات بسيطه وتجيب الهوت 50 اي. وتاني تليفون هو السامسونج اي 05 اس، شاشة 90 هرتز بدقة فول اتش دي بلس كويسة والألوان فيها مقبولة، ومعالج سناب دراجون 680 اقتصادي للاستخدام اليومي العادي، هو مش تنين ولا للألعاب، هو للاستخدام اليومي وبس. والكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل والأمامية 13 ميجا بكسل، وهتاخد منهم صور كويسة قوي كعادة سامسونج، وتعتبر هي أحسن كاميرات في الفئة دي. البطارية 5000 ملي أمبير وسرعة الشحن 25 واط. التليفون كويس جدا للاستخدام اليومي العادي، وسعره 5900 جنيه لنسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية. وتالت تليفون هو ريدمي 14 سي، الشاشة كبيرة 6.88% بوصة، وبتدعم معدل تحديث 120 هرتز، والمعالج هو الهيليو جي 81 الترا، شغال تمام وأداؤه حلو ومقبول في أغلب الاستخدامات، بس طبعا مش للألعاب. عاوز بس أوضح لك حاجة مهمة، كل التليفونات دي اقتصادية للأداء اليومي العادي، لكن لو قررت تنزل ببجي وتنزل تدرعم هتلاقي الموبايل بيقول لك ابراهيم ارحمني.
نرجع بقى للكاميرا، وبتيجي ب 50 ميجا بكسل وهتطلع لك صور حلوه خصوصا في الاضاءه الكويسه. البطاريه كبيره 5160 ملي امبير، والشحن سريع 18 واط. بس الغريب ان العلبه جاي فيها شاحن 33 واط، ليه معرفش. سعره النسخه ال 4 جيجا رام و128 جيجا مساحه هي 5650 جنيه. نروح لفئه ال 6000 جنيه، وهنا عندك موبايل واحد يستاهل، وهو الهوت 50 من انفينكس، اللي هتلاقي سعره بين ال 6000 وشويه لحد ال 7000 جنيه لنسخه ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه. الموبايل ده بقى ممتاز جدا، عندك معالج هيلو جي 100 واداؤه كويس جدا، والمفاجاه انه موجود في تليفونات تاني بسعر 14000 جنيه زي الاوبو رينو 13 اف ال 4 جي. فلو انت بتفكر في الالعاب وعايز موبايل للالعاب فانت هتجيب الهوت 50، لانه بيشغل بابجي على 60 فريم، وكمان جايب شاشه 120 هرتز بس نوعها اي بي اس عاديه وبشكله النوتش الجديد. غير كده تصميمه حلو، تحس ان الموبايل ده موبايل مش اقتصادي، لا وكمان بيصور فيديوهات بالكاميرا الاماميه والخلفيه بدقه ال 2K، فدي حاجه جامده جدا في الموبايل ده. كمان في منفذ ال 3.5 مللي للسماعات اللي سامسونج خلاص شالتها من الموبايلات بتاعتها. العلبه طبعا فيها كل حاجه، جراب، شاحن، سكرين، كله موجود، فانت هتدفع سعر الموبايل وخلاص، مش هتحتاج حاجه تانية. فده بصراحه بيني وبينك كده اول موبايل انا شايفه يستاهل من كل الموبايلات اللي قلتها قبل كده، وشايف ان الموبايل ده هو افضل موبايل للالعاب في الفئه الاقتصاديه. هتلاقيني عامل لك مراجعه كامله عنه لو حبيت تعرف كل التفاصيل بتاعته، هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف. بما انك كملت الفيديو لحد هنا فحابب اقول لك اني محضر لك موبايل جاحد في الترشيحات، تليفون 5G واداء جامد وكاميرات رايقه بتصور 4K، وكمان سعره اقل من ال 10000 جنيه. تعال نكمل وهتشوف بنفسك. نزود 1000 جنيه ونروح لفئة من 7 ل 8000 جنيه، فهتلاقي موبايل واحد بس هو اللي يستاهل هنا، وهو الجالاكسي اي 16، وده يعتبر نسخة من الاي 15 بتاع السنة اللي فاتت، واللي كان افضل موبايل في الفئة الاقتصادية اصلا، بس مع شوية تطويرات كده، في منها الحلو وفي منها الوحش سامسونج اضافتها في الموبايل ده. فمثلا حواف الشاشة قلت والشاشة بقت 6.7 بوصة، فالشاشة بتاعت الموبايل ده دلوقتي احسن من الاي 25 اللي هو اعلى منه في السعر اصلا، بس شالوا منفذ ال 3.5 مللي بتاع السماعات. وغير كده كمان الموبايل ده صوته مونو مش ستيريو، فالصوت بيطلع من سماعة واحدة بس برضه صوته عالي مش وحش. في العموم الموبايل ده كويس جدا كأداء وكاميرات، وعيوبه الوحيدة هو ان السماعات مونو والشبكات بتاعته مش احسن حاجة. نطلع بقى الفئة من 8 ل 9000 جنيه، وهنا عندك زحمة كبيرة. أول تليفون هو موتورولا موتو جي 35، التليفون 5G والشاشة كاملة وحجمها 6.72% بوصة من نوع IPS LCD بجودة فول اتش دي بلس، وعليها طبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل الثالث. الأداء ممتاز في الحدة والألوان والسطوع، وتعتبر واحدة من أفضل الشاشات في الفئة دي. المعالج هنا هو اليونيسك تي 760 أقوى من الهيليو جي 99 والسناب دراجون 695. الأداء بتاعه متوازن جدا في الاستخدام اليومي، وفي الألعاب الخفيفة والمتوسطة تمام، والتايلة بتشتغل كويس على إعدادات منخفضة، لكن على الإعدادات العالية هتواجه شوية تقطيع ولاج. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، والأداء ممتاز في النهار، وبالليل الجودة مقبولة شوية، وبصور فيديو بجودة ال 4K بالكاميرا الخلفية والأمامية آخرك 1080. البطارية 5000 ملي أمبير وسرعة الشحن 18 واط. هتلاقيني عامل لك مراجعة كاملة عنه لو حبيت تعرف كل التفاصيل بتاعته، هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف. تاني تليفون هو التكنو سبارك 20 برو بلس. تصميم التليفون ده جامد، والشاشة كبيرة 6.78% بوصة من نوع أموليد ودقة فول اتش دي بلس، وبتدعم 120 هرتز، فهتحس بسلاسة في الاستخدام، وكمان سطوحها عالي 1000 شمعة، وعليها طبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل الخامس. من الآخر الشاشة ممتازة. المعالج هو الهيليو جي 99 التيميت، قوي جدا في الاستخدام اليومي والألعاب، بيجي بنسخة واحدة 8 رام و256 مساحة. الموبايل سريع مفيهوش لاج، وبيشغل ألعاب تقيلة بشكل كويس، بس الأفضل تلعبها على إعدادات متوسطة عشان الأداء يفضل ثابت. الكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل، وتصويرها ممتاز في النهار وألوانها حلوة، وبيصور فيديو بجودة ال 2K، والسيلفي 32 ميجا بكسل ومعاها فلاش، وصورها نظيفة جدا. البطارية 5000 ملي أمبير وشاحن سريع 33 واط، وبيجي ببصمة تحت الشاشة وسماعات ستوريو قوية. باختصار موبايل جامد في الفئة دي، وشاشة ممتازة وأداء محترم وكاميرات حلوة جدا. تالت تليفون هو التكنو كومون 30. التليفون بيجي بفريم بلاستيك وظهر ازاز او جلد، حواف الشاشه رفيعه والظهر شكله مميز، والشاشه نوعها اموليد وحجمها كبير 6.78% بوصه ودقه فول اتش دي بلس، وبتدعم 120 هرتز. الالوان ممتازه والسطوع عالي، لكن للاسف ما فيهاش طبقه حمايه، فهتحتاج تركب سكرينه. المعالج هو الهيليو جي 99 من ميديا تك. المعالج مش مخصص للالعاب الثقيله على اعدادات عاليه، لكن هيكفي اغلب الناس في الاستخدام اليومي العادي. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل وبتدعم التظبيط البصري، والاماميه 50 ميجا بكسل وبيصور فيديو بدقة ال 2K. البطارية 5000 ملي أمبير وشحن سريع 70 واط، ودي أسرع سرعة شحن في الفئة دي كلها. التليفون بيجي بسماعات ستيريو وبيدعم مدخل ال 3.5 ملي بتاع السماعات، وده من وجهة نظري واحد من أفضل الموبايلات إن ما كانش الأفضل تحت ال 10000 جنيه. أعمل لك مراجعة كاملة عنه لو حبيت تعرف كل التفاصيل بتاعته، هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. نروح لآخر فئة، وهنا معانا موبايلين.
اول تليفون سامسونج ام 34 ال 5 جي، وده هو الموبايل الرايق اللي كنت بكلمك عنه. تصميم بسيط ومألوف من سامسونج، والخامات بلاستيك لكنه شكله كويس ومقبول. الشاشه ممتازه كالعاده من سامسونج، سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصه، ودقه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز، والسطوع 1000 شمعه، وطبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. المعالج هنا هو اكزينوس 1280 بدقه تصنيع 5 نانومتر، وبيعادل السناب دراجون 695 تقريبا. موفر للطاقه واداؤه حلو في الاستخدام اليومي والالعاب. والكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل وبتدعم التثبيت البصري، وبيصور فيديو بجوده ال 4K. والسيلفي 13 ميجا بكسل وبتصور فيديو 1080. والبطاريه ضخمه 6000 ملي امبير، وبتدعم شحن سريع 25 واط. تاني تليفونه الاخير هو ريدمي نوت 14 ال 4G. التصميم كويس والشاشه كبيره 6.67% بوصه، من نوع اموليد بجوده الفول اتش دي بلس. بتدعم 120 هرتز وسطوع عالي بيوصل ل 1800 شمعه، وعليها طبقه حمايه من جوريلا جلاس الجيل الخامس. باختصار شاشه ممتازه جدا، الوان وسطوع وسلاسه وتجربه هتعجبك. المعالج هنا هو الهيليو جي 99 الترا بدقه تصنيع 6 نانومتر. في الاستخدام اليومي سريع وسلس، في الالعاب اداؤه مقبول. هو مش للالعاب التقيله قوي، بس هيشغل لك كل حاجه بشكل كويس. الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، بتصور فيديو بجوده 1080، والاماميه 20 ميجا بكسل وبتصور بنفس الجوده. البطاريه 5500 ملي امبير، ادائها ممتاز بفضل المعالج الموفر للطاقه، وشحن سريع 33 واط، يعتبر جيد جدا على السعر ده. اعمل لك مراجعه كامله عنه برضه لو حبيت تعرف كل التفاصيل بتاعته في الفيديو ده. هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. زي ما شفت في كل فئه سعريه في موبايلات بتقدم قيمه حقيقيه مقابل السعر، بس المهم تختار الموبايل اللي يناسب استخدامك انت، مش اللي عليه ضجه او الناس كلها بتتكلم عنه. لو استخدامك بسيط وميزانيتك محدوده هتلاقي اختيار يناسبك، ولو بتدور على اداء اعلى او كاميرا قويه او شاشه مميزه برضه في اختيار ليك. ما تنساش بقى لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل دلوقتي اعمل لايك، واكتب لي في الكومنتات ايه هي اكتر حاجه بتهمك في الموبايل، الاداء، الكاميرا، الشاشه، ولا البطاريه. هقرا كل التعليقات وان شاء الله ارد على اسئلتكم. كان معكم محمد، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.